في 2099 في مراكش، واحد المخترع من الحومة اخترع أول نظارات كتبين الحقيقة. قال للناس غير لبسوهم وغادي تعرفوا شكون كيكذب. أول واحد لبسهم هو مول الكشك. جا عنده زبون قال ليه عافاك عطيني غير باكي الماء، ما عنديش باش نخلص دابا. النظارات ورات لمول الكشك شاشة صغيرة فيها مكتوب عنده 200 درهم في جيبه غير باغي يدوزها بالبلاش. مول الكشك قال حتى أنا عندي نظارات المستقبل. من بعد لبساتهم واحد السيدة في السوق، شافت الخضار ولقات فوق كل صندوق لافتة شفافة. هاد الطماطم شراها ب2 دراهم وكيبيعها ب6. السوق كامل ولا غادي يطيح. ولكن المصيبة الكبيرة وقعت ملي واحد الدري لبسهم في القهوة. شاف صاحبه جالس حداوه وفوق راسو بان كنقول عليه خويا، ولكن ما عمرو يخلص القهوة. القهوة ولات خاوية في 10 دقائق. وفي الأخير جا المخترع قال واش عجبتكم التكنولوجيا؟ الناس كاملين جاوبوه لا لا، رجع لينا غير الكذوب العادي، راه الحقيقة طلعت لينا في الراس. ومن ذاك النهار تقرر يخبي النظارات، حيت في المغرب حتى المستقبل خاصو شوية تستر. إلا بغيتي وحدة فيها مغربي كيخترع روبو كيدير طاجين وكيطلب كونجي نقولها ليك.